يا صباح الفل والياسمين، صباحكم عطر بنور الله. يا رب دايما تكونوا بخير وما يحرمكمش مني ابدا ولا يحرمني منكم. نهاركم زي الفل ويومكم جميل ان شاء الله. معانا فيديو النهاردة فيه شوية حاجات بسيطة كده بس مليان افكار. يلا بينا بقى نشرب الفنجان بتاعنا ويعني ايه نبتدي يومنا كده على خير ونشوف احنا هنعمل ايه. مش هتقضي يومك غير بفنجان القهوة. تقريبا يعني كل اليوتيوب ما بيقضيش يومه من غير فنجان القهوة ده. بس فعلا انا كنت مبطلها فترة ورجعت لها تاني، يعني لزوم الشغل بقى. المهم عملنا فنجان القهوة بتاعنا وبدأنا بقى كده يومنا يوم خير ان شاء الله. معانا كده كذا فكرة بس مش بالتفصيل. زي ما انتوا شايفين الفيديو مش طويل عليكم، يعني قلت النهاردة ما عنديش حاجة فقلت صبح عليكم ومسي يعني الفيديو الخفيف ده. ويا رب دايما يجعل فيديوهاتي خفيفة عليكم ان شاء الله، ويجعل فيها القبول بإذن الله. هنا بقى كنا شربنا فنجان القهوة وهوريكم بقى الزيتون بتاعي. الزيتون ده زيتون تفاحي، انا مصدغاه. يعني ايه مصدغاه؟ يعني بتجيبي الزيتونه وتخبطي عليها كده تفتحيها، هي خبطه واحده كفايه. وبعد كده بقى ايه يعني ايه بتحبشيه التحابيش دي. يعني ده زيتون تفاحي متحبش. لو انت عايزه تعمليه ساده براحتك. انا حاطه جزر وهريسه شطه، وحاطه كمان اللهم صل على سيدنا محمد، حاطه عصفر وحبه البركه، وحاطه انا قلت لكم جزر طبعا. يعني بتضيفي الحاجات اللي انت بتحبيها في المخلات بتاعتك. في ناس بتحط حبهان وفي ناس بتحط ورق لوري، اللي انت عايزاه حطيه حطيه، بس ما شاء الله هو الزيتون مش محتاج. في ليمون وهتشوفيه دلوقتي على الفطار، حاجة كده تحفة ما شاء الله، كهرمان مش زيتون. حاجة كده جميلة ما شاء الله، طعمه حلو قوي. هو بس مشكلته انه مشطشط، واحنا كده كده بنحب الشطة. اللي ما بيحبش الشطه بقى مش هيعجبه، بس ملحه خفيف وحلو ومظبوط. يعني ممكن تسيبيه شويه كمان هتبقى الدنيا متظبطه. عايزه اقولك ان انا كنت عاملاه والله بالتفصيل في الفيديوهات، بس انا كده كده في الفتره دي كنت يعني ما بشتغلش على القناه. هنا يا ابني كان جايب الخله بتاعه الزيتون عشان يخلي بيها. هنا بقى كنا فطرنا فطار سهل كده وبسيط، وقلنا ايه نجهز الغدا بتاعنا. الغدا بتاعنا كان عباره عن قرنبيط او على قرنبيط او زي ما تسموا. قرنبيط بتاعنا ما شاء الله حاجه كده مش عايزه اقولك. بس عايزه اقول ان في القرنبيط ده الواحد عانى معاناه، يعني البيض غالي والزيت غالي. انا هنا يعني اما البيض خلص مني اضطريت اعمل ايه؟ ازود البيض ميه. عادي نقلب ونحط توابل والدنيا تمشي معانا. طب الزيت هزوده ايه يعني؟ لما الزيت يخلص عندي هزود ايه؟ الدنيا بقت صعبه والحياه بقت اصعب. المهم يعني ان احنا اتغدينا، وكان في بقى الغربال القمر ده. حاجة ده انا كنت عاملاها هدية لاختي في ولادتها. هو كان موجود عندي، انا مش عاملاه من قريب، يعني ما شاء الله ربنا يديها الصحة يا رب. هي والدة يعني يعتبر قبل رمضان اللي فات، يعني اديله سنة. بس لقيته عندي وما كنتش نزلته في القناة، فقلت يلا خدوا بس ايه تشكيلة كده. عملت الغربال ازاي؟ الغربال ده انا كان عندي صينيه بلاستيك قديمه، او انا كنت عامله غربال لبنتي في القناه القديمه، يعني كنت منزلاه وكنت منزله تفاصيله. فطبعا بقى الغربال ما شاء الله تولين كانت كبرت عليه، فروحت مفكفكاه. وبما ان البنت كان طبعا اللون بامبي او بينك، انما الولد بيبقى يعني ازرق رمادي، اي لون بقى كده تحسي بيه فيه برجوله كده. فعملته زي ما انتوا شايفين كده، وده كان عشاء. معلش اتلخبطت انا كنت مقصره الفيديو عشان يعني ما يطولش معاكم، فبصيت لقيت الفيديو قصير جدا. المهم بقى ان الفيديو بتاعنا ده او الغربال ده كانت صينيه، وانا اشتريت الستان بتاعه ده، واشتريت كمان هو انا على فكره الكلام بيروح مني. اشتريت التل واشتريت، والورد ده كان في الغربال القديم. يعني ما شاء الله عملنا غربال، يعني لو هتشتريه بمبلغ، بس ما شاء الله عملته بتفاصيل بسيطه جدا. غير كده غربال تولين انا كنت عاملاه من قماش كان عندي اصلا، انما ده انا شاريه القماش الستان والتل والحاجات دي جديده.
انما ساعه تولين لا، كانت كله الغربال يا جماعه كله، ولو حابين ان انا انزله لكم انزله لكم. الغربال كله كان قماش قديم يعني. هنا بقى كنت عملت لهم صينيه بطاطس بالكفته كده، دخلتها الفرن وسبتها استوت. وطبعا كنت عامله معاكم صينيه البطاطس دي قبل كده. الفيديو بتاعنا بسيط وسهل ومش محتاج يعني ايه نشرح، لان الاكلات بسيطه. احنا لسه ما تمعناش قوي في القناة ونزلنا بالتقيل يعني شوية كده، عشان بس الدنيا مش متظبطة الفترة دي. فان شاء الله بإذن الله هننزل بوصفات جديدة وروتينات هتعجبكم ان شاء الله. زي ما قلت لك ده كان عشانا، يعني احنا النهاردة فطرنا واتغدينا وتعشينا ما شاء الله يعني. ما فوتناش وجبة. البطاطس بقى، حطيت البطاطس وقطعت فلفل وطماطم وحطيت القرن الشطه الحلوين دول، تبلت زي ما انا يعني تبلت البطاطس التتبيله اللي انا عايزاها بالتوابل اللي انت بتحبيها. الكفته حطيت بصل بس، يعني ايه حطيت التفل بتاع البصل، لازم اصفي الميه عشان الكفته ما تفكش مني. وبرده تبلتها بالتوابل اللي انا عايزاها. عايزه تضيفي بيضه على الكفته براحتك، يعني لو حابه تضيفي بيضه عشان تتماسك معاكي، لو هي بتفك منك هي برضو قيمه غذائيه والدنيا بتبقى تمام. الاكله دي مش عايزه حاجه جنبيها غير انك انت تاكلي بعيش، بقى لو طبق بتنجان، بس ما كانش متوفر النهارده. ده كمان بقى تحليه بسيطه، يعني صينيه رواني عشان احنا من عشاق الرواني يعني. عملتها وتفاصيلها انا كنت قايلها لكم في فيديو قبل كده. دي كانت تخاطيف يعني كده عندي، فقلت يعني عشان ما اقعدش النهارده ما اعملكوش فيديو، فجبت لكم التفاصيل البسيطه دي. ويا رب فيديوهاتي تعجبكم. ويعني القناه لسه على اول السلم زي ما بيقولوا. ربنا ما يضيع لنا الشقه، يعني انا مش هاديه غير كده، ان ربنا ما يضيع لنا الشقه ويجعل دايما تعبي بفايده وبنتيجه. لان انا عامله زي اللي يعني بتشغل تيشيرت وبعد كده تروح مفكفكاه، او ما تعرفيش يعني الدنيا معايا ما بتكملش. فده مش عارفه وعدم توفيق ولا ايه، مش عايزين نتكلم في الامور دي. فانا سايباها على الله، انا هعمل اللي عليا والتوفيق ده بتاع ربنا بقى. بس يعني يكون ايه نفسكم معايا كده ان شاء الله باللايكات بقى والشير وتفعيل الجرس. ويعني لو في اي كومنت كده مش عاجبكم في الفيديوهات عرفوني، انا عادي. انا والله يعني الدنيا معايا مظبوطه مش هزعل، يعني ممكن بس تلاقوني اتحولت كده حاجه تاني فما تخافوش. المهم لو انتوا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس لمحبتنا في اكلتنا. اشوفكم في فيديوهات تاني اجمل واحسن، يا رب دايما اشوفكم بخير. وطبعا ما ننساش اخواتنا او اخواننا في فلسطين بدعوة خير من قلبنا، ان شاء الله ربنا ينصرهم نصرا عزيزا اللهم امين. ربنا يخفس او يخسف او مش عارفة، المهم يعني باعدائنا واعداء المسلمين. ربنا يرفع راية الاسلام دايما يا رب اللهم امين. بصوا يا جماعه انا يعني ايه مش هقول لكم غير سلام عليكم، لان انا لما بتكلم في الموضوع ده انا نفسيتي بتتعب. هنا الرواني كانت حلوه. اشوفكم على خير وتصبحوا على خير، مع السلامه.